السلام عليكم. عايزة أقول لكم إن أنا النهارده بقى عملت شوية عيش يستاهلوا بُقكم، زي ما عملت لكم 75 رغيف بكيلو دقيق واحد بس، ولا إن إحنا نضطر الناس إياها دول اللي بيستفزونا بأسعارهم الغالية. النهارده عملت لكم 57 رغيف، كبرت الرغيف شوية وخليته سميك زي ما أنتم طلبتوا، بس طالعين بقى قمر، شايفين؟ يلا بينا على طول. أول حاجة جبت كيلو دقيق، الدقيق ده لجميع الاستخدامات أو دقيق استخراج 72، المهم يعني يكون دقيق قاسي علشان يبقى له عرق كده. وهقول لكم برضو أثناء ما احنا بنشتغل أنا عملت كده ليه. وبعدين شِلت نُص كوباية على جنب علشان احتمال المَيّة تزيد منّي شوية والّا حاجة لا قدّر الله، فأقدر يعني أعالج الموقف، وحطيت عليهم معلقة ملح صغيّرة، وقلّبت كويس أوي الملح مع الدقيق الأول. وبعد كده حطيت معلقة خميرة فورية، معلقة كبيرة، قبل كده كنت باحط على الكيلو معلقتين، بس هاقول لكم لمّا حطيت معلقة واحدة المرّة دي وجرّبت إيه اللي حصل. المهم بعد كده حطيت معلقتين سُكّر، وقلّبت كويس أوي المواد الجافة دي مع بعض. هنيجي بعد كده بقى للمادة الدهنية. أنا هنا حطيت 4 معالق من الزيت، أي نوع مش مشكلة بس ما يكونش طعمه قوي. ليه؟ علشان أنا بصراحة باحب أحط دايمًا على العيش بتاعي حتة قشطة حلوة كده، فباجيب اللبن واغليه بيبقى على الوش كده قشطة، باشيلها واحطها في الفريزر، ووقت بقى ما باعمل أي معجنات أو عيش باحطها عليه. ده علشان يبقى زي البكاكين الفلاحي القمر اللي إحنا دايمًا بنشتاق له كده. لكن لو ما عندكوش قشطة مش مشكلة خالص، ممكن تحطوا معلقة سمنة أو حتى علبة زبادي، أو ما تحطوش أي حاجة كفاية الزيت يعني زي المخابز مثلًا. وهاقعد بقى أبِسّه كده زي ما أنتم شايفين، يعني باغلِّف كل حبيبات الدقيق بالقشطة والزيت، دي بتفرق أوي على فكرة. بعد كده بقى هاحط معيار المَيّة اللي هو هاحط كوبايتين، حطيت كوباية الأول وقلِّبت كده شوية، وطبعًا هي محتاجة تاني فحطيت نُص الكوباية تاني، بس للأسف حطيت النُص كُلّه. وبعدين حسيت إن هي سايلة شوية، فطبعًا إحنا شايلين شوية دقيق كده على جنب اللي هو نُص كوباية اللي شِلناه من الأول ده، اللي هو الدقيق المُنقِذ أنا باسميه كده. فهاحط بقى الدقيق بس شوية بشوية، فهي أخد بالضبط كيلو الدقيق كوبايتين مَيّة مع شوية السوائل اللي حطيناهم في الأول، اللي هي حتة القشطة والزيت. وهافضل بقى هنا أعجن مش أقل من 12، 15 دقيقة، هاقعد أعجن لحد ما إيديّا توجعني. كتير بيسألوني ما ينفعش نعجن بعجان؟ طبعًا ينفع، بس أنا عشان ما عنديش عجان باعجن بإيدي. خلاص حسيت إن هي ناعمة خالص وخدت الوقت بتاعي، هاشيلها بقى تخمر. لو في الصيف هتاخد حوالي ساعة، لو في الشتا ممكن ساعتين، بس على الوش كده مسحة زيت. وبعد كده هاغطيها بقى واسيبها في مكان مظلم كده الوقت بتاعها لحد ما يتضاعف حجمها، وهتشوفوا هيبقى شكلها إيه، نبدأ نشتغل على طول. وكده بعد ساعة يا جماعة، يا نهار أبيض على الجمال! وشايفين الحركة دي؟ أحلى حركة في العجين كله. هاطلّع منه الهوا بقى وأبدأ أقطّعها. وهنا بقى المشكلة اللي حصلت في الفيديو الأولاني. أنا لمّا عملت الفيديو بتاع 75 رغيف أنتم قلتوا لي إن كتير أوي 75 رغيف، معقولة كيلو الدقيق يطلّع 75 رغيف؟ طبعًا حسب حجم اللقمة، حسب حجم الرغيف، أنتم هتعملوه كبير والّا صغير؟ أنا المرّة اللي فاتت عملته صغير، المرّة دي هاعمله وسط. وهاخلّيه سميك شوية عن الأولاني، يعني هاخلّي اللقمة محمّلة زي ما بيقولوا. المهم إن أنتم تحاولوا تبقوا إيديكم ميزان، يعني كل الكور تقريبًا تبقى نفس الحجم. هاخلّص بقى كل الكمية تقطيع زي ما أنتم شايفين، بس أهم حاجة لازم أغطّيهم بأي كيس بلاستيك علشان الوش بتاعهم ما ينشفش. ولو نشف معاكم هيشقق كده وهيخلّي الرغيف شكله وِحِش جدًا. المهم إن أنا خلّصتهم خلاص ودول تقريبًا آخر كورتين 3. يالّا بقى نعدّهم سوا. هُم طلعوا بقى قد إيه؟ 9 أعمدة بالطول و6 بالعرض. 9 في 6 بكام يا جماعة؟ قالوا لي ب54 و3 زيادة عليهم يعني 57، معلش الحسابة عندي بعافية شوية. المهم طلعوا 57 كورة. بعد كده بقى جبت الصينية اللي أنتم شايفينها دي ولازم أحط عليها فوطة يا جماعة، مهم جدًا وهاقول لكم برضه الفوطة فايدتها إيه في وقتها. وهاخد بقى أول كورة أنا كورتها هتبقى ارتاحت كده وحتى تحسوا إن هي بدأت تخمر، شايفين الفرق بينها وبين آخر واحدة؟ تحسوا إن هي قدها مرتين مثلًا. وهافردها بقى بأي حجم أنتم عايزينه، أنا هنا المرة دي حبيت يبقى سميك شوية وكمان حجمه يبقى وسط. وبعد كده بقى هاشيلها واحطها على الفوطة اللي أنا حطيتها على الصينية واغطيها فوطة تانية، وهاخد تاني واحدة اللي هي تاني أكتر واحدة ارتاحت، وبرضه هافردها زي الأولانية بالضبط. العجينة عشان ارتاحت فبيتفرد معايا بمنتهى السهولة. هاحطها جنب اللي جنبها بقى وكمان أغطيها علشان الوش برضه ما يشققش، واقعد بقى أشتغل في التالتة والرابعة لحد ما أخلص الكمية كلها. وكمان النشابة اللي في إيدي دي هتسهل عليكم أوي، يعني أنا جايباها من محلات مستلزمات الحلوانية. أنا خلصت الكمية كلها، شايفين بدأ يخمر إزاي؟ قمر بجد. هنمسك بقى أول واحدة ارتاحت كده عشان هي بتبقى أكتر واحدة خمرت وعدى عليها حوالي نص ساعة، وأبدأ بقى أحطها على الجريل عشان أسويها. بس ركزوا بقى معايا، أنا بامسك طرف الفوطة وأقلبها على إيدي كده زي ما شفتوا علشان خاطر ما امسكهاش بعنف كده وأفرغ الهواء اللي فيها، هي انتفخت خلاص وخمرت، وكده هتنتفخ معانا بمنتهى السهولة.
والتسوية بقى اللي كلكم بتشتكوا إن هو ساعات ما بينتفخش معاكم، طبعًا عشان أنتم أول مرة وتاني مرة، لكن بالممارسة إن شاء الله هتبقى معاكم زي الفل. هاقول لكم دلوقتي نعمل إيه. طبعًا أنا حطيت الجريل على نار عالية جدًا لحد ما سخنت، هديت النار شوية بقت فوق المتوسطة. بعد كده بقى هاجيب العيش اللي أنا شيلته بالراحة جدًا وهاشمعه على الناحية الأولانية حوالي 5 ثواني 7 ثواني. أول ما تلاقوا الحتت دي احمرت اللي حواليه هتقلبوه على الناحية التانية على طول. يعني كل ناحية زي التانية في الوقت بالضبط، لو هتسيبوها 5، 7 ثواني تقلبوها الناحية التانية برضه تبقى 5، 7 ثواني. ليه؟ علشان يبقى الطبقة اللي فوق في نفس سمك الطبقة اللي تحت بالضبط. أنا حطيتهم أهو اتشمعوا، هاقلبهم الناحية الأولانية تاني علشان يبدأوا يستووا من الناحية التانية. شايفين انتفخوا إزاي؟ حتى بقى الرغيف التالت اللي ما انتفخش ده هاقعد أخبط عليه كده شوية يعني برفق لحد ما هو إيه أساعده إن هو ينتفخ. شايفين انتفخ إزاي؟ طبعًا أنا باحط 2 وساعات 3 كمان جنب بعض عشان الجريل بتاعتي كبيرة شوية، لكن لو أنتم عندكم الجريل بتاعتكم أو الطاسة يعني صغيرة ممكن تحطوا رغيفين بس أو رغيف برغيف يعني، حتى لو في الأول يعني بلاش تحطوا كذا واحد مع بعض، كفاية واحد بس. وهنا بقى ما حبيتش أقطعها لكم من الفيديو عشان تشوفوا إن أنا برضه برغم إن أنا بقى لي 10 سنين باعمل العيش، لكن في برضه ساعات أرغفة كده ما بتنتفخش معايا. 2 انتفخوا وكانوا زي الفل، التالت ده بقى حالف ما ينتفخ، الظاهر مثلًا كنت ضغطت عليه وأنا باشيله والّا حاجة، المهم يعني هيتاكل برضه. أنا حطيت العيش وشمعته وهاقلبه على الناحية الأولانية حتى لو ما انتفخش. شايفين بينتفخ إزاي؟ وبرضه هافضل أسويه لحد ما أحس إن هو خلاص استوى. خلّصت الكمية كلّها في حوالي نُص ساعة، مش قادرة أقول لكم سهل قد إيه، يعني كإنكم بتعملوا شوية رُز كده هياخد منكم قد إيه، نُص ساعة؟ أنتم عملتوا عيش يكفّي أسبوع وخصوصًا بقى للساندوتشات والمدارس والحاجات دي، وبقى عندكم طول الأسبوع وحاجة كده على قد إيدينا. القشطة مخلّياه طري وطعمه حلو جدًا، كمان إحنا عجننا كتير والدقيق كان دقيق قوي، فحسيتوا إن العجينة طرية واتمطّت معاكم من غير ما تتقطع. وعلى قد إيدينا. هتقولوا لي إن كيلو الدقيق غالي، طب ما هو غالي أوكي بس مش أغلى من العيش لما نشتريه جاهز. هتقولوا لي بلاش قشطة علشان يبقى اقتصادي، بلاش قشطة مش مشكلة، أنا بس باحب يبقى دايما طعم الحاجة بتاعتي حلوة شوية. خلصتهم شايفين الأمارات. أول ما يبردوا بقى أحطهم في أكياس كده من بتاعة السندوتشات في الفريزر واشيلهم بقى عندي، كل ما احتاج كده اخرجهم قبل ما احتاجهم بربع ساعة هيفكوا ويبقوا زي الطازة بالظبط. طالبة منكم طلب صغير بعد إذنكم إن أنتم تشيروا الوصفة دي على أكبر نطاق، لأن فيديو ال75 رغيف مش عارفة اختفى راح فين. المهم يعني إن كل يستفيد وكل يعمله في البيت، حتى لو مش هتعملوه بلاش يا جماعة تحبطوا الناس التانية اللي ممكن تحب تعمله في البيت علشان يعني يبقى على قد إيديها، أو حتى ما تحتاجش لحد. وده اللي ما انتفخش معايا شايفين. مش مشكلة برضه اتفتح وبقى زي القمر يعني. المهم بس يعني بعد إذنكم يا ريت تشيروه لكل حبايبكم وأصحابكم، وكمان ما تنسوش تبعتوا لي أي تعليق كده حلو يعني يكبر بخاطري أحسن أنا تعبت جدًا في الفيديو ده. وكمان ما تنسوش اللي أهم من كل ده إن أنتم تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات وكلنا ناخد أكبر حسنات ممكنة. وألف هنا وشفا على قلوبكم. والسلام عليكم.